قصتنا الجديدة بتحكي عن بنت فقيرة بيتخلى عنها حبيبها وبيرتبط ببنت غنية علشان يحصل على السلطة، فبتغير هي من حياتها وبتنتقم منه وبتاخد منه السلطة. قصتنا حلوة قوي وإن شاء الله تعجبكم، بس في البداية دعموني باللايك والاشتراك في القناة ويلا نبدأ القصة. بتبدأ القصة مع جيمون وهو شاب في منتهى الجمال، شعره أشقر وعيونه صافية، وهو المركز المستقبلي للإمبراطورية. والبداية كانت وهو بينهي علاقته مع حبيبته تريل، لأن هو هيتجوز من الأميرة جريتل. وتريل هي بنت جميلة من عامة الناس، ارتبطت بجيمون وكترت عنها الإشاعات اللي اتسألت إنها إزاي وصلت لمكانها ده، وإن الشيء الوحيد اللي هي أكيد اعتمدت عليه هو جمالها، وعلشان كده شبهوها بسندريلا. وبتلوموا تريل إنها عرفت خبر خطوبته من الجرايد، فاعتذر لها جيمون إن هو ما بلغاش بنفسه بحجة إن هو مشغول بتأمين خلافته لمنصب الماركيز علشان يرضي أمه اللي اتفاجئت بوجود دخيلة على عيلتهم، وهو سيسيو ديريك، واللي اتبناه والده وهو طفل صغير وهو مش بيقدر ولا يمشي ولا يتكلم، وبكده ما يقدرش إن هو يكون الخليفة. وبالرغم من كده الماركيزة كانت حذرة منه جدا واعتبرته عدو ليهم وإن هو هيسرق منهم كل شيء. وجيمون فضل طول الوقت قلقان للسبب ده، ولأن الدوج جريتل هو اللي هيضمن له المنصب، علشان كده هو هيتجوز بنته، وإن أمه عنده أهم من تريل نفسها. فبترمي عليه تريل فنجان الشاي باحتكار وبتسيبه وبتخرج بسرعة. ولما خرجت بدأت إنها تبكي ولامت نفسها على إنها جات له، وإن المفروض إنها بعد ما قرأت الجريدة ما كانتش اتقابلت معاه أبدا. وفجأة لقت قدامها سيسيو المعاق واللي كان حزين عليها جدا، وقدم لها منديل علشان تمسح دموعها، وحست إن هو بيشفق عليها، فأخدت منه المنديل ومشيت وهي قلبها مكسور، وفكرت في أمها اللي هتحزن عليها جدا. بس المفاجأة إنها بمجرد ما بترجع لبيتها بتلاقي جنود كتير واقفين قدام باب البيت واللي بيرحبوا بيها بمجرد ما بيشوفوها، وبتلاقي راجل ضخم وقوي وهو ماسك دراع أمها بقوة، فبتجري عليها وبتصور عليه وبتأمره إن هو يبعد عن أمها. فبيتوتر الراجل وبيقول لها طالما هي أمك يبقى أنا والدك. فبتنكر أمها إن تريل بنته، فبيواجهها الراجل إن البنت تشبهه جدا وليها نفس لون الشعر وملامح الوجه. فبتتصدم أمها ومش بتلاقي كلام ترد عليه بيها، وبتخاف أكتر وبتحضن بنتها، وبتنكر تاني إنها مش من عيلة ريهان، أكبر عيلة في الشمال، وهي أراضيها متجمدة وبعيدة جدا عن العاصمة، وبيتميزوا بقوة اسمها قوة المانع، وبيكون عندهم القوة لمبارزة الوحوش. وإن الضوج في شبابه شارك في حروب كتيرة وحقق إنجازات عظيمة، وحصلت عيلته على أوسمة وألقاب كتيرة جدا في الإمبراطورية. وبيكون ريهان مش مصدق أمها وبيصر على إن تريل بنته، وبيسحبها من دراعها، وبتحاول تريل إنها تواجه أمها وتسألها إذا كان هو فعلا والدها، لكن من نظرة عينيها بتفهم إن هو فعلا والدها، وبتكون مصدومة ومش مصدقة نفسها. وبيأكد لها ريهان بإن هي دي الحقيقة. فصرخت عليه تريل وبعدت إيديه عنها وقالت له يبقى أنت الوحش اللي رفض إن أمي تنجب أطفال، وكنت أناني وبعدت عن أمي لما حملت فيا وكأنها قمامة. فبيتفاجئ ريهان من كلامها وبينكر مساعده الكلام كله، لكن تريل بتقوله إن والدها مات من زمان. فأمر ريهان بإحضار مراية ليها، وبتلاقي تريل نفسها فعلا نسخة طبق الأصل منه. فأنكرت أمها تاني ونادته باسمه الأول وهو رشيد. فبيفرح رشيد وبيقول إنها بكده اعترفت بيه وأخدها للعربية، وأمر الفارسة بندورة بإحضار بنته، وقالت لها بإن هما هيروحوا لمدينة اسمها وايت فيل بتقع في الشمال. وطبعا بتكون تريل غضبانة جدا وبيستخدم والدها قوة المانع، وبتستغرب تريل لما بتلاقي إنها وصلت للشمال في وقت بسيط جدا، وكانت مستغربة القصر والبرودة والتلج، وخصوصا لما بتلاقي أمها بتتخانق مع رشيد. بس بعد دقايق بسيطة لما بتلاقيها بتبكي وهي مقربة من الراجل اللي أفسد حياتها بمجرد ما اعتذر لها وقال لها إن هو كان سوء فهم منها هي، بتقرر تريل إنها تتقبل الوضع وإنها تريل ريهان بنت أقوى راجل في الإمبراطورية. وافتكرت أمها اللي عانت كتير في تربيتها لوحدها، وبالرغم من كده هي سامحت الراجل ده بسهولة. وكانت مستغربة أمها اللي اندمجت وعاشت معاه بسعادة وكأن شيئا لم يكن، وعاشت هي حياة الأميرات وحولها الخدم. بس أسوأ شيء حصل لها هو إصرار والدها المجنون على إنها هي اللي تورث لقب العيلة لأنها طفلته الوحيدة، وإنها هتدرس وهتتعلم المبارزة. وحاولت تريل تقنعه إنها كبرت على تعلم المبارزة بالسيف، وإنها المفروض كانت اتعلمتها من وهي عندها 10 سنين، لكن والدها أصر على إنها هتتقن كل شيء في خلال 3 سنين بس. ومن يومها وبقى لقبها هو الوريث الشابة. وبدأت التدريبات من غير أي استراحة، ودرست العلوم والسياسة والاقتصاد والسحر. وفي آخر كل ليلة كانت بتنهار من التعب وبتنام للفجر، وبتبدأ تاني اليوم من جديد. وبدأت إنها تتقاتل مع الفرسان. وبعد فترة من نفس الوضع سألت والدها وهي مرهقة طالما هو زواجه سعيد مع والدتها ليه ما ينجبش وريث بدل ما يضايقها هي كده. فرد عليها ببرود بإن هو بالفعل عنده وريث، وفاجئها بإن هو اللي هيبارزها بعد كده. فبتتصدم تريل وبتتأكد بإن والدها فعلا مجنون، وبيبدأ ريهان يتبارز معاها بحزم. وقتها
هي بتتشجع وبتتحداه. وبعد شهر واحد بس من بعدها بتعترف لها بندورة بإنها فعلا موهوبة، وفي نفس الوقت بتقول لها المعلمة إن دروسها انتهت خلاص لأنها اتعلمت كل شيء. لكن تريل افتكرت آخر اختبار ليها في القصر الإمبراطوري وإنها فشلت فيه، لكن المعلمة أكدت لها إن ده حصل بسبب الفساد وليس بسببها هي. وفي آخر اليوم نصحتها المعلمة بإن الشيء اللي بينقصها هو إنها تثق في نفسها أكتر، لأنها هي حاليا أكتر امرأة نبيلة في العالم، وفاجأتها وانحنت ليها. وهنا قررت تريل إنها تستوعب وضعها الجديد وتتقبل نصيحة معلمتها ليها وتثق في نفسها أكتر. وبعد فترة بتشوف تريل منديل وبتفتكر إن سيسيو هو اللي عطاهولها، وبتفتكر جيمون وبتحس بالغضب لأن هو مجرم وحطم كبريائها. وافتكرت إنها اتعرفت عليه من سنتين وإنها وقعت في حبه فورا، ولما عرفت إن هو هيبقى الماركيز بقى عندها توقعات عالية وإن مستقبلها هيكون مليان بالسعادة بعد سوء الحظ الدايم اللي هي مرت بيه. لكن أحلامها كلها اتبخرت بمجرد ما ظهرت مع جيمون في مجتمعه، وعرفها جيمون على أمه. لكن أمه ما تقبلتهاش وضربتها وأهانتها وصرخت فيها بإنها إزاي تغوي ابنها، وظهرت الإشاعات عنها بإن الماركيزة مش متقبلاها. وكانت تريل بتبكي من اللي حصل، وحاول جيمون إن هو يهديها. لكن في نفس اليوم اتهمتها أمه بإنها اتكلمت معاها بقلة احترام، وأنكرت تريل إن ده حصل. لكن جيمون وبخها وقال لها إن أمه هي أغلى شيء بالنسبة له، وإن هو ما عندوش أي اختيار غير إن هو هيعيد النظر في علاقتهم مع بعض. وطبعا تريل كانت بتبكي وهي مصدومة من كلامه، وأمرها جيمون إنها تستناه في غرفة تانية لأن هو هيهدي أمه الأول. وبتخرج تريل فعلا، وكانت حزينة لأن جيمون ما كانش مهتم غير بأمه بس. وفي طريقها بتتفاجئ بوجود سيسيو واللي حس بالحزن علشانها، وحاولت هي إنها تداري الموقف وإن فستانها اتقطع، فخلع سيسيو الجاكيت وعطاهولها وسابها ومشى، ولبسته وهي حاسة بتعاطفه معاها. ولما كانت في طريقها كانت هتقع من على السلم، لكن بسرعة بتلاقي إيد بتمسكها وبتلحقها، وكانت معتقدة إن هو جيمون. لكن بتتفاجئ لما بتلاقي إن هو سيسيو وكان واقف على رجليه، وطبعا بتكون مصدومة وبتتسائل هو إزاي واقف على رجليه. بس فجأة بتصحى من نومها وهي بتاخد نفس عميق، وبتفهم إن هو كان حلم، واستغربت إنها حلمت الحلم ده بعد مرور 3 سنين على شخصيتها الجديدة. وبتتكلم تريل مع والدها وبتسأله عن والدتها اللي دايما بتمرض بسبب البرد في الشمال، وطمنها والدها إنها هتكون بخير، وبلغها بإنها هتروح للعاصمة بالنيابة عنه. فسألته تريل إذا كان هو هيروح معاها وعن السبب، وقال لها إن الإمبراطورة اتقتلت على إيد جندي، لكن هو متأكد من إن الدوق تانيتار هو اللي اتأمر ضدها، لأن هو الوحيد اللي يقدر يعمل كده، وإن هو دايما بيتحكم في الإمبراطورية زي الدمية، وعنده الرغبة في الاستيلاء على العرش من زمان. وقال لها ريهان إن هو مشغول بأعمال كتيرة وإنها هتروح كخليفة ليه، لأنها حاليا بقت جاهزة لوراثة لقب عيلة ريهان. وفعلا بتجهز تريل للرحيل، وودعت والدها وطلبت منه إن هو يهتم بأمها. وبنرجع بالزمن ل 22 سنة فاتت، وكانت والدة رشيد وهي مريضة بتوصيه على خدامتها سليتي اللي هي والدة تريل بإن هو لازم يرجعها لبلدها بعد وفاتها. وفعلا نفذ رشيد وصية أمه، وكتب عقد سحري لسليتي بينص على إنها هتخدم والدته لغاية وفاتها، وبعدها هتكون حرة وليها حرية المغادرة، وكل عيلة ريهان مش هتقدر إنها تتبعها لمدة 22 سنة، وإن اللي هيخالف العقد هيخسر حياته. وبالرغم من إن ده كان لقائهم الأول، بس وقعوا في حب بعض من النظرة الأولى، بالرغم من إن هو كان خاطب وقتها. ولما اتجاوز واحد من النبلاء حدوده معاها هددته سليتي برشيد، لكن هو استهزأ برشيد، ولسوء حظه رشيد بيكون سمعه وبقوة كبيرة رماه من النافذة. وبعدها اعترف لها رشيد بحبه ليها وفسخ خطوبته واتجوزها هي، وكانت هي سعيدة جدا معاه، لكنها دايما كانت مريضة بسبب البرد. فطلب منها رشيد إنها لا تنجب لأن هو خايف عليها، لأن الحمل والإنجاب هيكون خطر على صحتها في حالتها دي. وبعد وقت بسيط اتوفت والدة رشيد، وبعدها عرفت سليتي بإنها حامل، وكانت خايفة إن رشيد يرفض حملها لأنها فهمته غلط ومعرفتش إن هو كان خايف على صحتها هي. فقررت إنها لازم تحمي طفلها وهربت منه بالرغم من حبها ليه. ورشيد بيحزن جدا عليها، وبيكون مش قادر يتبعها بسبب العقد السحري اللي هو كتبه بنفسه واللي مدته لسه هتستمر ل20 سنة، وبيكون حزين لأن المدة طويلة وهو مجبر على الانتظار. وبنروح للعاصمة، وبتكون مراسم جنازة الإمبراطورة خلاص انتهت، وتم كمان تنصيب الإمبراطور الجديد في أقل من أسبوع. وكانت المراسم متسرعة جدا بشكل يثير القلق، وكانت تريل متحمسة للحظة ظهورها في حفلة مأدبة الإمبراطور الجديد، وكانت عاوزة تشوف ردود أفعال الأشخاص اللي تجاهلوها في السابق، وإن هم أكيد هيتفاجئوا بوجودها. وبتقولها بندورة بإنها ممكن تقتل علشانها أي شخص، وبلغتها بإنها عرفت إن كان في شخص طويل وفي عمر بداية العشرينات كان بيدور عليها في مكان سكنها القديم، وإنها جعلت حد يراقبه لغاية ما وصل لقصر الماركيز دريك. فاستغربت تريل واتسألت إذا كان هو جيمون،
وتوقعت بإن هو أكيد هيحضر لمأدبة الإمبراطور. وبيجي وقت الاحتفال وبتتحرك تريل بعربيتها، ولما بيشوف الناس شعار عيلة ريهان على العربية بيتسألوا يا ترى مين هو وريث العيلة، وبتكون تريل منبهرة باهتمام الناس، بس للحظات بتحس بالخوف، لكن بسرعة بتطمن نفسها إن الإمبراطور هو مجرد دمية مش أكتر. ولما بتوصل تريل وبيشوف الحارس دعوتها بيتفاجئ بإنها هي وريثة ريهان وبيرحب بيها جدا. ولما بيعلن عن وصولها بيتصدم كمان كل الموجودين، وكانت تريل فخورة جدا وكلها ثقة بنفسها. وبيتسائل الحضور وهم مصدومين إزاي تريل أصبحت أميرة ريهان، وأول شخص بيلفت نظرها بيكون هو سيسيو، واعتقدت إن السبب في ده لأنها حلمت بيه من وقت قريب. وكلمها واحد من النبلاء وسألها عن اللي حصل وعن لقبها اللي اتغير، وكان متفاجئ، ففاجئته هي أكتر لما قالت له إنك أكيد فزت بالرهان. واللي حصل إنها في السابق سمعته وهو بيضحك على إهانة الماركيزة ليها، وتراهن على إن جيمون مش هيستمر معاها لأكتر من عامين. وطبعا هي كانت متضايقة جدا، لكن ما كانتش تقدر تعمل أي حاجة وقتها، وواجهته إذا كان هو فعلا قال كده ولا لأ، وهو كان متوتر جدا، ووعدته بإنها هترد له الرهان قريب. وبعدها حست إنها ارتاحت وقررت إنها تخرج للشرفة، بس سمعت صوت عالي بالداخل، وكان فيه واحد سكران بيهين سيسيو وبيتهمه بإن هو عار على العيلة. وكان سيسيو مش قادر يرد عليه لأن هو أخرس وضعيف، وتريل كانت متضايقة علشانه، وهجم عليه الشخص ده وكان هيضربه، بس بسرعة مسكت بندورة إيديه بقوة بأمر من تريل وجرته لبره بالقوة، وسلمت تريل على سيسيو وقالت لنفسها إن وجهه لسه جميل زي ما هو. وطلع هو ورقة وقلم وشكرها لأنها ساعدته، وكتب لقبها القديم، فهي قالت له إنها لقت والدها ولقبها اتغير، ففرح ليها سيسيو واتمنى لها التوفيق. وحست هي بالراحة لأن هو ما سخرش منها، ورد فعله كانت لطيفة جدا معاها. وسألته إذا كان هو جه مع جيمون، بس ندمت على سؤالها عنه، فكتب لها سيسيو إن هو وصل مع والده لكنه غادر وتركه لأن هو عنده عمل. فافتكرت هي نظرة والده ليها اللي هو الماركيز ألبرت دريك وكأنها حشرة. وسألته تيريل إذا كان هو ساعدها قبل كده ومسكها قبل ما تقع من على السلم، لكن فهمت من تعبيراته إن هو ما حصلش، واتأكدت إن ده كان حلم مش أكتر. وقتها بتسمع صوت الحارس بيعلن عن وصول جيمون ديريك مع خطيبته لوفيتا كريتيل، فبتستأذن تريل من سيسيو للمغادرة. فسألها سيسيو وهو قلقان إذا كانت هي هتكون بخير، فسألته إذا كان هو خايف إنها تقتل جيمون، فكتب لها بإن هو الماركيز القادم وإن دي هتكون مشكلة كبيرة لو مات. فردت عليه تريل بتشجيع إن في الحالة دي هتكون أنت الماركيز بداله، وهو اتفاجئ جدا من ردها عليه. ولما كانت تريل بتفتح الباب سمعت صوت صرصرة الضيوف عن جيمون اللي كان بيغوي لوفينا البنت النقية وقدم لها عرض الجواز، وكان بيرسل لها الزهور ورسائل الحب والهدايا من قبل حتى ما ينفصل عن تريل، وإن جيمون هو اللي طلب بنشر خبر خطوبته في الجرايد. وطبعا ده معناه إن هو كان بيخون تريل. وقالوا كمان إن هو أكيد لو كان يعرف إن تريل هتكون هي خليفة ريهان ما كانش اتجرأ أبدا وعمل كده. وهنا بتخرج تريل وبتواجههم، واتفاجئوا هم بيها واعتذروا لها عن كلامهم، بس هي اتجاهلتهم وكملت في طريقها، وكانت بتقول لنفسها إنها كانت لعبة بالنسبة له من البداية. وبتيجي لحظة مواجهتها مع جيمون، وبيتصدم وبيتوتر جدا بمجرد ما بيشوفها وهي كلها ثقة بنفسها ومرتدية ملابس غالية، وسألها ازاي حالها اتغير، فقالت له إن المجوهرات والملابس الغالية اشتريتها بمال راجل تاني، فاعتقد هو إنها اتجوزت. وحاولت خطيبته تمنعه من إن هو يتكلم مع بنت غيرها، فقال لها جيمون عنها إنها صديقة قديمة، فعرفتها تريل على نفسها بإنها تريل ريهان. فبيتصدم جيمون من المفاجأة، وبسرعة سألت تريل لوفينا عن الوقت اللي اعترف لها فيه جيمون بحبه ليها. لحظتها حاول جيمون إن هو يمنعها من الكلام، لكن لوفينا كانت قالت لها إن هو اعترف لها بحبه من 4 سنين. فحس جيمون بالرعب وكان بيترعش من الخوف، وفهمت تريل إن كل الإشاعات كانت صحيحة وهو كان بيخونها. واتسألت وهي غضبانة هل لو كانت هي لسه نفس البنت الضعيفة كان هيترعش كده لما هي تعرف الحقيقة، ولا خوفه ده بسبب إنها أصبحت تريل ريهان. ولما سألتها لوفينا عن سبب سؤالها ردت عليها ببرود إن جيمون يعرف سبب السؤال، ونبهتها إنها تحاول تعرف بنفسها نوع العلاقة اللي كانت ما بينها وما بين خطيبها، وبعدها بتسيبهم وبتمشي. ولما بتظهر بندورة قدامها بتسألها عملت إيه في الشخص اللي كان بيوبخ سيسيو، فطمنتها إنها ما قتلتهوش، لكنها اتفاجئت بيه وهو بيجري منها ورمى نفسه من الشرفة بس ما ماتش. وهنا بيتم الإعلان عن وصول الإمبراطور، وبتقدم تريل التحية للإمبراطور وبيرحب هو بيها، وحاولت إنها تكون لطيفة معاه حسب توجيهات والدها. وقال لها الإمبراطور عن إن في مسابقة صيد وإنها لازم تشترك فيها، فبتفتكر والدها لما علمها الصيد بالفعل. ولما وافقت على المشاركة قال لها الإمبراطور إن كل المشتركين هيضحوا بفريستهم لشخص تاني، شخص يكون مهم بالنسبة لهم، وسألها هي هتضحي بفريستها لمين. وهنا فكرت لدقايق
وجات على بالها فكرة وقالت له إنها هتهديها للماركيز ديريك. فبيتفاجئ جيمون ديريك جدا وكل الحضور كمان، حتى الإمبراطور بيتفاجئ وبيقول لها إن جيمون بالفعل هيعطي فريسته لخطيبته، لكن هي بسرعة بتعلن لكل الموجودين إنها تقصد الماركيز سيسيو ديريك. وسيسيو طبعا بيتصدم جدا من المفاجأة، وبتكون تريل اختارته هو مخصوص لأن جيمون قال لها بالسابق إن سيسيو هو أكتر شخص هو بيكرهه وخايف إن هو يخسر قصاده أي شيء. وبعد الحفلة بأيام قليلة بتوصل لتريل دعاوى ورسائل كتير، وكان من ضمنهم رسالة من جيمون واللي بيطلب فيها إن هو يقابلها، فردت عليه برسالة تهديد بإن هو لو راسلها مرة تانية فهتبلغ الدوك ريتل. وبتوصل لها المعلومات اللي هي طلبتها عن عيلة ديريك، وعرفت إن الصراع ما بين الأخين بدأ من 20 سنة لما والد جيمون اتبنى طفل من بعيد مش بيقدر ولا يمشي ولا يتكلم، وكانت زوجته رفضاه وأساءت إليه وعذبته كتير، وكان طبيعي إن جيمون يكبر وهو بيكرهه. وهنا بتيجي لتريل فكرة إنها هتخلي سيسيو هو اللي يورث لقب الماركيز بدل من جيمون، وهي هتشاهد اللي هيحصل، وبكده هي هتكون انتقمت منه. وأمرت بندورة إنها تكتب رسالة لسيسيو تطلب مقابلته، وطبعا لأن جدول أعمال سيسيو فاضي فبيكون اللقاء في نفس اليوم. ولما بتوصل للقصر بيرحب بيها كبير الخدم، وبيتصدم جدا لما بيلاقي إنها نفسها تريل بتاعت زمان، وبتصرخ فيه بندورة بإن هو يسرع بإدخال وريثة ريهان. ولما بتدخل معاه بتلاحظ إن هو مش بيحترم سيسيو أبدا ومش بينادوه بأي ألقاب، وبيكون سيسيو منتظرها وبتأمر الخادم بالخروج، وبتشوف لوحات ليه هو راسمها وبتعجب بيها جدا، وبتلاحظ كتاب صغير، ولما بتمسكه بيتصدم هو وبيخاف إنها تفتحه وبيقع من على كرسيه، فبتلحقه هي وبتساعده. وبيلاحظ سيسيو إن الكتاب وقع منها واتفتح على صورتها، وبتتصدم تريل إنها صورة مرسومة ليها وحست بالخجل، وهو كمان كان خجلان وكتب لها اعتذاره، فسألته ليه رسمها فقال لها لإنك جميلة، وطبعا هي اتفاجئت وحست بالإحراج أكتر. بعد كده قدمت له هدية، وكان منديل يشبه منديله اللي هو عطاه لها في السابق، ففرح بيه جدا. وبعدها قالت له إنها جات له علشان تعرض عليه عرض، واستخدمت السحر على الباب علشان محدش يقدر يسمعهم. وقالت له إن جيمون اتولى حاليا منصب الماركيز لفترة مؤقتة، لكنه أكيد لما هيتولاه بشكل نهائي فهتردك من العيلة، وكمان هيكون في خطر على حياتك. وطبعا سيسيو كان بيسمعها باهتمام، واقترحت عليه إن هما يقلبوا الأدوار، وإنها تساعده إن هو اللي يحصل على اللقب، وبكده هي هتقدر تحقق انتقامها. فكتب لها سيسيو إن العيلة مش هيتقبلوا تدخل أي شخص غريب، فاقترحت عليه إن هما يتخطبوا، وفهمته بإنها مش هتكون خطوبة حقيقية. فطلب منها سيسيو وقت علشان يفكر فيه، فوافقت واستأذنته للمغادرة. ولما خرجت سألت بندورة إذا كانت سمعت محادثتهم، فأكدت لها بندورة إنها ما سمعتش أي كلام ما بينهم. ولما كانت في طريقها للخارج شافت سلم، وافتكرت إن هو نفس السلم اللي أنقذها سيسيو من عليه، بس لغت الفكرة من راسها وقالت إن هو أكيد كان حلم. وبعد 3 أيام طلب سيسيو مقابلتها، ولما هي وصلت لعنده وقبل ما تدخله قابلت السيد ألبرت ديريك اللي هو والد جيمون اللي كان بيحتقرها، واستغرب هو وجودها وتسائل يا ترى هي ناوية تعمل إيه. وسألت تريل سيسيو عن قراره، فكتب لها إن القدر هو اللي جمعهم، وإن هو فكر في كلامها وعاوز إن هو يكون وريث اللقب، وإن هو بيتقدم لخطوبتها بشكل رسمي. وكتب لها استخدميني كما تريدين وارقي بيه لمنصب الماركيز، ففرحت هي جدا بموافقته على فكرتها. وبعد وقت بسيط بتدخل عليهم الخدامة لتقديم الشاي، بس الشاي بيقع منها على رجل سيسيو، فبتخاف ترل عليه وبتحاول إنها تمسح له رجله لأن الشاي سخن جدا، بس بمجرد ما بتمسك رجله حست بشيء، وفجأة بتتحول كل تعبيرات وجهها للصدمة وللغضب، وبتصرخ في الخدامة وبتأمرها بالخروج. وبمجرد ما بتخرج الخدامة بسرعة بتواجه سيسيو وبتسأله بغضب إذا كان هو بيقدر يمشي ويتحرك ولا لأ. يا ترى إيه هي الحقيقة؟ ده اللي هنعرفه في جزئنا اللي جاي بإذن الله. ما تنسوش تدعموني باللايك والاشتراك في القناة، واكتبولي كمان رأيكم في قصتنا الجديدة. مع السلامة.